يا عزيزي، تعرف إن الفراعنة كانوا بيعبدوا البصلة؟ مش بس كده، الملك رمسيس الرابع اكتشفوا إنهم حاشيين عيونه بصل وهو بيتحنى. طب ليه؟ لأنهم اعتبروه رمزاً للخلود، بس العلم أثبت إنهم كانوا سابقين عصرهم. البصل ده مضاد حيوي ماشي على رجلين، فيه مادة أليسين اللي بتدخل جسمك تفتك بأي بكتيريا وتقول لها هش من هنا. طب ليه بيخليك تعيط؟ دي مش مشاعر جياشة يا عزيزي، البصل لما بيتقطع بيدافع عن نفسه وبيطلق غاز كبريتي بيهاجم قرنية عينك، فمخك بيشغل الرشاشات عشان يغسلها. خناقة كيميائية وانت الضحية. البصل بيضبط السكر وبيقوي المناعة، بس ليه ضريبة قاسية جدا؟ ريحتك هتبقى سلاح دمار شامل، هتخسر صحابك وخطيبتك وممكن تطرد من المواصلات. كل بصل براحتك عشان صحتك، بس أبوس إيدك اغسل سنانك بعدها. بص على المصادر واعمل لايك قبل ما تعيط. سلام.